عليكم. القصه ديال اليوم هي ديال واحد البنت تزوجات. دوزو تقريبا شي 85 يوم ديال الزواج من نهار تزوجات وهي رافضه باش تجتمع مع الزوج ديالها. الزوج ديالها اللي هو مصطفى وهي سميتها نورهان. الزوج ديالها يعني قال ان بقى ما خداتش عليه، بقى ما يعني ما ولفاتوش، بقى يعني المهم بقى ما يعني بحال بقى ما تفاهماتش معاه. ربما كان الزواج ماشي عن طريق الحب، يعني الزواج جا خطبها عجباتو، جا خطبها صافي وافقوا والديها وزوجوها ليه. هو كان كيبغيها، داكشي علاش صبر عليها، يعني 85 يوم هو صابر عليها. هي شنو كدير ليه؟ هي شيطانه. هي كانت معرفه على واحد قبل من ما تزوج، معرفه عليه. وليله الفرحه ديالها او ليله الدخله ديالها دارت واحد اللعبه. انا دارت شي منوم للعريس ديالها باش ما يقربش ليها، ما يمسهاش. واجتمعت مع العشيق ديالها اللي هي كانت كتعرفه قبل. شوف الخبث ديال هاد البشر. انت ملي ما كتبغيش هاد الراجل اللي تزوجتي به، خليه واحده اخرى راه باغاه. ملي انت ما كتبغيش قول داركم لا سيدي انا ما كنبغيش هذا، ما يمكنش ليا ناخذو، ما يمكنش ليا نعيش معاه، انا ما تنبغيش. ما عرفتش هاد الناس فين باغيين يوصلوا، ما عرفتش هاد الافكار البايخه ديال هاد الناس، افكار لا حول ولا قوه الا بالله، افكار الشيطان. مهم دائما كتحتاج ليه بشي حاجه، دائما كتدير ليه بشي حاجه باش ما يمسها، ما يقرب ليها. مو دائما كتسولو كيقول لها صافي دابا باقا ما خداتش عليا، باقا هادي دابا يفرج لها. دابا واحد النهار تسوى الامور ان شاء الله ويكون كل شيء بخير وعلى خير. هي في خلال هاد الفتره ديال 85 يوم ديال الزواج، هاد نورهان اش كانت تدير لزوجها مصطفى؟ مره هو عنده ميكروباص دارت له قطعوا له الفران باش يدير كسيده ويموت، نجاه الله. ما مسلكاتهمش هاد القضيه، ما نفعتهمش. داروا ليه داك الزيت ديال الموتور، ما عرفتش خلوه محلول وداكشي، ما عرفتش باش يوقع ليه شي حاجه في الموتور ويدير ويموت، وتكولا ولا يموت ولا المهم باش يتكولا ليه الطوموبيل ولا شنو. فاش داكشي اللي ما كنعرفش، انا ما كنفهمش في داكشي ديال الميكانيك ديال هذا. المهم حلوا ليه داك الغطاء ديال الزيت ديال الطوموبيل باش تاني توقع ليه شي مصيبه، نجاه الله. مره دارت لي العصير دارت له السم في العصير، ما شربوش وما عياو، دازو معاه هكا، قطعوا ليه الفران، حيدوا ليه، داروا ليه، خلاو ليه البواطه ديال الزيت محلوله، داروا ليه السم، ما شربوش. يعني دائما كيسلك منها. ما لقاو وسيله باش يتفكوا منه. كي غيديروا هو من طبعه ملي كيبغي ينعس كيشرب كاس ديال العصير. قال لها عرفتي غديري؟ غتعطيه منوم، حيت هو في الاخر ما بقاش، المهم كاين معاه كثرت المشاكل وداكشي، ما بقاش كياخذ شي حاجه. قال لها عرفتي غديري؟ هذا العشيق ديالها. قال لها غادي توجدي لي واحد ليله حمراء، يعني غتوجدي ليه بحال راك انتي مستعده باش تجتمعي معاه. هادشي اللي دارت، وهو راه غادي اي حاجه قدمتيها ليه غادي ياكلها، غادي ياخذها من يديك. شوف ولاد الابلسه اشنو داروا. وجدت راسها، طيبت داكشي اللي بغات طيب، جاب ليها منوم وجاب ليها السم. وجدت راسها صافي. قالت له هو يعني راه باقي، لان باقي عريس، لان باقي ما دخلش بها بمراته. قال ليها يعني هو فرح
فرح قال صافي الامور هدات صافي غادي ولينا كيستمن على العسل. جات قدمت له كيل، قدمت له العصير، شرب لانه فيه منوم ودارت فيه السم. شرب العصير فيه منوم وفيه السم. صافي دخلته للبيت، موجده ليه البيت ديال النعاس مصيبه عليه يعني مقاده عليه. دخل ينعس لان فيه منوم السم بدا تيدير المفعول ديالو وبدا تيتوجع. في هذيك اللحظه هي مو مقلقه، تقلقت يعني شدت واحد المهم كما كتقول انا لكن يعني الانسان اللي كتبغي توقع شي حاجه للولاد ضروري الام كيجيها واحد الاحساس غريب. ما ارتاحتش هاد الام هي والاب ديالها، قالت لي شوف انا ضروري خصني نطلع عند ولدي. قال لها راجلها علاش يعني بويا؟ قال لها علاش خليهم مرتاحين على راسهم. قالت لي لا خصني ضروري نطلع. قال اشنو دارت تسبب لي الماكينه ديال الصابون انها خسرت ليها بغا باش تنشف حوايج غادا تطلع تدق عليها باش تخدم بالماكينه ديالها. دقت عليها قالك ملي حلت هي مرتبكه يعني تفاجات وجهها صفر. قالت لها اشنو ما خلاتهاش تدخل ما خلاتهاش. قالت لك هي شافتها كتسد البيت ديال الناس بالساروت، يعني بيت الناس كتسد عليه، سدت عليه بيت الناس بالساروت. هي شافت هذاك المنظر المهم قالت ربما ما بغاتنيش ندخل عندهم شي حاجه. قالت لها علاش جيتي؟ قالت لها بغيت الماكين بغيت هذه. قالت لها غير خليهم. قالت لها لا انا بغا نديرهم بيديا. المهم السيد الاخرى مرت ولده ما خلاتهاش، نورهان الغداره ما خلاتهاش. صافي هبطت هذوك الحوايج. ملي هبطت قالت ليه شوف، قالت ليه انا قلبي وكلني على ولدي به شي مصيبه. لانها ملي طلعت قالت لها كتعاود لبويا قالت لي شوف راني شتا كتسد بيت نعاس بالساروت، كتسد عليه بالساروت. المهم صافي قال لها صافي رجعي ناسيه ما كاين حتى شي حاجه بلا ما تشطني راسك. الصباح ملي فاقوا الصباح كيلقاو الميكروباص باقي في الباب، باقي في بحد باب الدار خصو كيخرج بكري باش كيمشي يترزق الله، يمشي يخدم ويدي الناس وداك الشيء. اشنو علاش الميكروباص باقي هنا عند الباب؟ اذا ولدي طاريه به شي حاجه. طلع لبو قال لك طلع تيجري لان صافي قلبو وكلوا على ولدو وتشطن بزاف. ما يمكنش ولدي ما عمرو دارها. طلع تيجري كيلقى الباب الدار محلول، كيلقى ولدو فوق الناموسيه دميات يعني راد والدميات خارجه ليه من فمو ومن هذيك وفي حاله ما يشوفها حتى واحد. بدا تيغوت. المراه فين هي؟ المراه ما كايناش. المراه هربات مع 6 الصباح. خرجت لان هي الام في الليل سمعت شي درديك الفوق، حيت هو ساكن فوق منها. سمعت شي درديك اولا سمعت شي درديفه. قالت لبويا قالت لي شوف راه كاين شي حاجه. قالت لها ما قال لها هي موسوسه. قال لها راك راه غير شي في هذوك الطيور ديك البيضه دارت شي كتسارع فوق السطح ومرملت شي قصدير ولا شي حاجه. قالت لي لا درديف في البيت ديال ولدي، في الدار ديال ولدي. هي باش دارت تسبب باش غادا طلعت قالت لها على الصابون. المهم لقاو الباب محلول. هذاك دخل هو بدا تيغوت عيط على الناس. هزوا الولد داوه للسبيطار زعما باش غادي ينقدوا ولا شي حاجه. ولكن هذيك الساعه هو راه صافي روحو فاضت عند الله ومات. اش كاين مال كيفاش هادشي؟ فين هي مال شنو واقع؟ قالوا ليه مراته هي اللي قتلاتو. مراته هي مولات هاد الفعله. لان وصافي هي هذيك ملي جات امه عيطوا على الام ديالو، عيطوا على بويا قولوا لنا اش وقع، اشنو شفتوا، اشنو سمعتوا، كيفاش شفتوا، كيفاش تعاملت معكم. قالت له امه يعني الام كتعاود قالت لي انا قلبي وكلني على ولدي من نهار تزوج بها وهو وياه في مشاكل. هو ما كان ما دخل بها ما والو. هي دائما كتهرب ليه، هي دائما كدير هكا. قال لها راه غير باقا ما خداتش عليا، راه باقا زعما دابا تولف ودابا هذيك ودابا يفرج الله ودابا تمشي الامور كيف ما بغينا. ولكن هي اللي في راسها. ولكن حنا كنا شاكين في واحد
كيدخل، ولكن حنا ما كناش عارفين، لان ما يمكنش غادي نشوفوا اي واحد كيدور من حدا باب دارنا غادي نقولوا ليه علاش كاين هنايا. وفي هذيك الليله اللي غادي يموت فيها ليله الجريمه، انا طلعت خرجت ليا هي وبقيتها كتسد عليه في الباب ديال الناس، وخرجت هي مصدومه وجهها صفر وهذه، وسمعت شي درديف هي باش كانت طلعت، وعاوتاني هي باش طلع باه الصباح الميكروباص عند الباب طلع باه لقاه في هذيك الحاله. اذا هنا عرفوا باللي المشكله مراتو هي اللي دارت ليه هذا الشيء. فين كاينه مراتو؟ هي مشات لدار والديها، لان امها هي عارفاها اصلا راه عندها العاشق ديالها وباقا عندها علاقه مع العاشق ديالها. صافي جابوها استنطقوها، عاودت ليهم قالت لهم اشنو كاين، انا ما عمرني بغيتو، انا تزوجت بيه، انا زوجوني بيه، انا هادي، انا ما عمرني بغيتو، ما عمرني كنت نتمنى يكون راجلي، انا ما عمرني ارتحيت ليه، ما عمرني انا كنت كنبغي واحد. شكون هو هذا الواحد جابوا هذا الواحد اللي هنيته هو صاحبها او العاشق ديالها، جابوه حتى هو استنطقوه، حتى هي كذلك كانت عندي علاقه بها قبل ما نتزوج، وقلت لها انا ما يمكنش يعني ياخذك شي واحد غيري، وهي كتقول لي ما يمكنش شي واحد يمسني غيرك انت. صافي حتى فكرنا ودرنا ليه بزاف المحاولات باش نقتلوه، فلت منها. الا قلت لها واحد القضيه غادي ديري براسك انك صافي يعني راكي رضختي الامر وباغا صافي غتسلمي ليه نفسك، وراه غادي يشرب من عندك. حيت واحد المره دارت ليه العصير وما بغاش يشربو وما شربوش، قال لها غديري هذه القضيه، ونجحت هذه القضيه هي باش تشرب العصير ومات مسموم بالعصير، هي باش رد يعني من فمه رد الدم. لا اله الا الله محمد رسول الله. تحكموا بالاعدام. المهم هي تحكمت بالاعدام وتم تنفيذ حكم الاعدام بعد ما ترفض لهم النقد. صافي هو ملي كيترفض النقد، طلب النقد، صافي كيتنفذ الاعدام خلال اسبوع او لا اسبوعين او لا في خلال شهر، صافي كينفذوا فيهم حكم الاعدام. الام ديالو عاده باش ارتاحت ملي تنفذ فيها حكم الاعدام، عاده باش السيده الام ديالو ارتاحت، لان قلب الام وقتلاته بدون سبب، ما باغاش، ما كتبغيش، ما عاشقاش، ما تزوجيش به. هو بغاها، هو شحال تصبر عليها 85 يوم وهي معاه في البيت وصبر عليها، ورغم ذلك ما مشات حتى قتلاته. ايوا رغم ذلك حتى ربي حتى هو خلصها في الدنيا قبل الاخره. هو شرب العصير كان كيتحسك، لانه ما كانش عارف راسو راه كيشرب العصير، كيشرب هذاك الشيء السم، كان كيتحسك، وانا كانت عاطيه منوم وفيه العصير. ولكن الحسيك الكبير والجرعه الموت اكثر هي ديال ملي يجيبوها وملي كينطقوا بحكم الاعدام وكيبغيو ينفذوا فيها حكم الاعدام، وكيمشيو لها الصبحيه مع الفجر وكيجيبوها وكتعرف راسها غتعلق في حبل المشنقه. هذيك هي الجرعه اللي خاص كل مجرم كيرتكب الجريمه ديالو يذوقها، كيف ما ذوقها الضحيه ديالو. الضحيه كتجي ديك القتيله كتجي على غفله، ما كيكون لا حن ولا ضن، ولكن الجرعه ديال الموت شنقا. لا اله الا الله محمد رسول الله.